اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اول ما تلاقوا الكابوريا اتلفت كده بالخيط اعرفوا ان في عظمة هتتعمل. جبت لهم حبة كابوريا وعملنا مشوية وعملنا مدفونة وكانت اكلة في منتهى الجمال. كانوا اول مرة يعرفوها علشان الاكلة دي بصراحة اتنست وناس كتير ما عادتش بتعملها، وخصوصا الناس اللي هم مش عايشين في مدن ساحلية زي السويس وبورسعيد اسماعيلية والاماكن ديت. بصراحة هي اكلة حلوة ونفسي الكل يعملها ويجربها. كفاية طعمها وريحتها وقد ايه سهلة، والنتيجة بتاعتها تحفة. بس قبل ما نعملها مع بعض احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اول حاجة هنجيب كابوريا، ولازم تكون كابوريا طازة. نوع الكابوريا دي كان اسمها كابوريا حجر، بتكون لونها كده مخضر كده وبتكون قرصتها تخينه. نعرف ازاي ان الكابوريا بتاعتنا طازه؟ تكون الكابوريا كده تقيله كده ومحمله كده ملزلزه، وكمان لما نيجي نضغط على الظهر بتاعها نلاقيه جامد مش طري. غسلتها وصفيتها. يلا نحضر الحشوة اللي هي المرتة. بصلاية مفرومة خشن، اهم حاجة تكون الفرمة بتاعتها خشنة، سواء في الكبة او بالسكينة تكون خشنة. كل اللي هنحطه عليها ملح وفلفل وكمون. هفرك البصل بالبهارات دي كويس جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان الحركة دي بتسوي البصل، ما تستغربوش. حركة الفرك بالايد دي وحرارة الايد بتخلي البصل ريحته تتغير مع البهارات. بعد ما تفرك كويس على الناشف بعد كده حطيت له معلقتين من الزيت عشان يفلفل. ما نحطش الزيت من الاول، لان لو جينا نفرك البصل بالزيت من الاول هيعجن. نفركه على الناشف بالبهارات وبعد كده نضيف له الزيت. الكابوريا بتاعتنا الجميله غسلناها وصفناها، وهنيجي من الظهر وهنفتحها، وبعد كده هنقفل الغطا تاني. هنفتح الغطا بس نص فتحة كده وبالخيط وهنلف، نرجع نضمها تاني على بعض. وانا كمان لميت القراصات كده عشان ما تبقاش منكوشة، وبعد كده لفتها كويس بالخيط وضغطت عليها علشان ما تتفتحش مني. في ناس كتير بتعمل طريقة تانية، ان هي بتفضل تقصقص الرجول بتاعتها وتقصقص القراصات، وبتسيب بس الجسم بتاع الكابورياية. كمان بتفتحها، يعني بتغسلها مفتوحة، يعني كل البطروخ وكل الطعم كله هينزل في المية. طب ما هي قلبها نضيف، هنغسلها من ايه؟ انا بغسل الحجر بتاعها الصدفة بس من بره، بفتحها كده من الظهر، مش من عند المكان اللي فيه العينين، لا من الظهر. وبحط مقدار من المرتة، وبعد كده بالخيط وبلف كويس جدا علشان ما تتفتحش مننا واحنا بنسويها. اهي طريقة سهلة وبسيطة، ممكن تكوني مستصعباها لو لسه الأول مرة بتجربيها، بس هي مش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتكوني مخلصة الكمية بتاعتك كلها. يلا نعمل واحدة كمان اهو من الظهر. عايزة اقول لكم ان دي كانت كابوريا نتاية ودي كانت دكر. شايفين النتاية بتبقى عريضة ازاي من تحت ولونها غامق؟ الدكر بيبقى الغطا التحتاني بتاعه رفيع وطويل. هنفتح كده من الظهر، وعشان كانت طازة كانت لسه صاحية فكانت لسه شدة. عايزة اقول لكم شايفين النتاية دي وانا بحشيها هتفضل تسقط في البطاريخ بتاعتها في الطبق اهي. ما بالك بقى لو كنا فتحناها وغسلناها تحت الحنفية، احنا كده بوظنا طعمها خالص وغسلنا كل الطعم وبقينا بنحشي في عظم بس. هخلص الكمية كده كلها وهلف بالخيط كويس جدا وهشد كده وهقفلها عشان ارجعها زي ما كانت، ولا هنقصقص قراصات ولا هنقصقص رجول. احنا عايزينها بطعمها بحالها بمالها كده، مش هنرمي حاجة. خلاص كده انا جهزت كمية، وبعد كده حلة سخنتها على الناشف كويس جدا. بعد كده ضفت معلقتين من الزيت ونزلت بالكابوريا بتاعتي على نار عالية علشان ما تجيبش ميتها. انا عايزاها تنزل تاخد صدمة، لونها يتغير للون البرتقاني علشان تستوي على طول. بفضل كده اغربلها في الحله، طبعا ولا هينفع لنا معلقه ولا اي حاجه. ضفت ورقتين لوري وحبيتين من الحبهان، وكمان ضفت كده معلقه كبيره مليانه من البصله المرته كنت مبقياها من الحشوه. واول ما الكابوريا اتشوحت كده واخدت اللون البرتقاني الجميل، كنت غاليه حوالي كوبايتين ميه في الكتل ونزلت بيهم على الكابوريا. طبعا الحله سخنه والكابوريا سخنه، فمش مستحب ان احنا نرجع نبردها تاني وترجع تغلي من اول وجديد. مجرد ما هننزل الميه سخنه الميه هتغلي على طول. هنسيبها يا دوب 10 دقايق. انا عايزه طعم الكابوريا وطعم المرتة كده، الطعم المركز الجميل. كانت ريحتها روعة روعة روعة. عارفة كأنك بالظبط بتعملي بط محشي مرتة. الكل هيقولك دي ريحة ايه الجميلة دي، ريحة الكابوريا مع ريحة المرتة كانت تحفة. انا خلاص بعد 10 دقايق هرفعها كده من الشوربة بتاعتها. شايفين لونها مركز ازاي؟
انا ولا ضفت بهارات ولا ضفت اي حاجه في الشوربه دي، طعم الكابوريا ومعلقتين المرتة والورق اللوري والحبهان، ويا سلام لو كان في فص مستكه كمان في الاول مع الزيت. جبت صينيه سخنتها كويس وضفت شويه من الزيت، هشوح الرز بشويه من الكاري بس عشان يديله اللون الاصفر، وهحط شويه من الملح وشويه من الفلفل وشويه من الكمون. هشوح الرز كويس جدا، عايزه كل حبايه الرز تسخن وتتغلف بالزيت. شايفين اللي حصل ايه؟ النور اتقطع. ده هيوقفني ابدا، هنكمل حتى في الضلمه. هم شافوا ان الكابوريا منوره من كتر الفوسفور فطفوا عليا النور، مش مشكله. انا خلاص الرز كان سخن ونزلت بكل الشوربه بتاعه الكابوريا، وبعد كده هرجع الكابوريا تاني كده على الوش، ونظبط الملح بتاعنا ونظبط مقدار الميه، وزبت الكابوريا كده على الوش. هنا انا طفيت النار خلاص، انا مش محتاجه البوتاجاز. هغطيها كده واخمرها كويس بورقه فويل، وعلى الفرن في الرف الاوسط درجه حراره 200 نص ساعه، وهتطلع تحفه. هنعمل ايه ببقيه الكابوريا؟ رحت بسرعه جهزت شويه خضار مشكل، طماطم، فلفل، بصل، فلفل حامي، فص توم طرنشات، هنبهرهم بالملح والفلفل، سنه من الكاري وشويه من الكمون، وكمان ضفت شويه من بهار السمك. هفرك البصل والخضار ده كله كده مع بعضه، ضفت معلقتين من الزيت. هقسم الخضار على نصين، نص هسيبه في ارضيه الصينيه، والنص التاني هحطه كده على وش الكابوريا علشان تتشوى وتاخد الطعم بتاع الخضار وتشرب منه. احنا ولا هنضيف لها ميه ولا هنغطيها، هو الخضار هينزل ميته والكابوريا هتشربه. ومش قادره اقول لكم كانت طعمها تحفه تحفه تحفه. يا سلام بقى لو في الاخر نعمل لها فحمايه، طعم الخضار ده بيتدخل والكابوريا بتبقى روعه. نص ساعه عدت والنور لسه مرجعش، ولا يهمنا. طلعت الكابوريا كده بالرز وفتحت وشموا الريحة، كانت خرافة. ريحتها جميلة جميلة جميلة، والكابوريا كده منزلة الطعم في الرز. شايفين اللون الرز جميل ازاي من حبة الشوربة بتوع سلق الكابوريا؟ كانت تحفة. ولا تقولي لي بقى لحمة ولا فراخ، هنجيب لنا كيلو كابوريا ب40-50 جنيه، هنعمل بيه صنفين حلوين جدا جدا. والعيش بقى والسلطات، وعيشي حياتك. متنسيش تحمري شوية بطاطس. خلاص جبت كده كابوريا، يلا نفتحها. قصيت الخيط كده من عليها ونفتح، وشمي وشوفي الجمال وريحة المرتة ولونها. والبطارخ بتاعت الكابوريا كانت غرقانة كده في البصلة المرتة، كانت تحفة والله، أحلى من البط. طلع بقى شوية من الرز المفلفل اللي متغلغل فيه طعم الكابوريا والمرتة والبهارات، كان روعة روعة والله، يتاكل حاف. انا كده خدت شويه من الرز وعليهم الكابوريايه الجميله الاموره ديت. عيشي حياتك بقى مع حاجه حادقه، شويه سلطه، يا سلام بقى لو كوبايه حاجه ساقعه كده ومعاها تلج، يا سلام. كانت اكله تحفه خفيفه في الحر ده، ما اخدتش مننا نص ساعه وكانت كل حاجه جاهزه. تعالوا نطلع كمان اللي كانت في الفرن. شايفين لونها وجمالها؟ انا عارفه ان اللون مش واضح علشان النور كان مقطوع، انا كنت بصور بالفلاش بس بتاع التليفون، بس ما هنش عليا اللي انا اكنسل الفيديو وما اعملوش للاخر. ده شكل الغدا بتاعنا، كان تحفه، جديد وخفيف وقديم قوي، ما بقالنا زمان ما عملناهوش. الرز الجميل والكابوريا المدفونه جواه، وكمان شويه الكابوريا المشويين دول كانوا روعه. عايزه اقول لكم كمان ان احنا ممكن نغرز الكابوريا دي جوه الرز في الحله من غير ما ندخله الفرن ويستوي. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.